ازيكم عاملين ايه؟ معلش بس استحملوني كده لمدة دقيقة. عايزة اقول لكم على حاجة بس. الناس اللي بتشوفوهم على الفيس وعلى النت عموما بيقولوا لكم بخروا بحاجة معينة، هاتوا حاجة من العطار وبخروا بيها عشان يجيب البركة في البيت او الحاجات دي او الرزق. هو الرزق ده بإيد ربنا وقبل اي حاجة يعني. مش اللي هي الحاجة دي يعني اللي هتجيب لنا الرزق، بس تبقى اجتهادات يعني. فالمشكلة ايه بقى؟ المشكلة ان الناس دي بتقول على حاجات غلط او احنا بننفذها كمان بطريقة غلط، بتتقلب للعكس، ما بتعملش الحاجة اللي احنا عايزينها. يعني مثلا ما حد يقول بخروا بالبان الدكر بالذات، او حاجة اسمها الجاوي، ويقولوا لكم انتم من عند العطار وبتاع. ما بيقولوش الطريقه الكامله وما بيقولوش الطريقه الصح، واحنا يعني بننفذها برضو بطرق غلط، ممكن تتقلب لعكسها وتجيب بعد كده للناس حاجات مش كويسه، ويجوا في الاخر يشتكوا ان هم تعبانين وحاسين بصداع وقرف او اكتئاب او مشاكل في البيت. طب ما احنا السبب، احنا اللي مشينا ورا الحاجات دي بس. فيا ريت نخلي بالنا قبل ما نسمع كلام حد وننفذه. يا ريت نخلي بالنا كويس كويس جدا يا جماعه، وربنا يحفظنا كلنا.